انا حبيتك كثير. انت مستقبل ممثل في ايدك، تعدلين من وضعي او انت تطلعيني برا. شكرا. مرحلة العروض المباشرة بأرب كاستنج بلشت. لجنة الحكم قالت رأيها واختارت الأجدر، بس شو بيقول المشتركين عن لجنة الحكم خلونا نعرف. شباب ما فيش حد كان قلقني او كان ليه كومنت نيجاتيف عليا، فدي اكتر حاجه مش مقلقاني خالص. ان شاء الله يتبسطوا باللي بعمله ويشوفوه مختلف للمره الثالثه برضو. 1 2 3 تصويت. لا هلا الأربعة بيبسطوني والأربعة بيخوفوني، كل واحد له نظرة معينة. علاقتنا مع الدولة المغربية كانت دائما علاقة مودة واحترام. الواد مش حاسس الكلام اللي هو بيقوله، الواد مش موهوم من دخلته. بنبسط ما بعرف هيك بس شوفهم قدامي عم يعطوني طاقة حلوة. انت ظريفة كثير. بس تصويت. انا حقول لك ما انه تمثيل، ما انه بالنسبة لي اداء. الأول كان باسل، لأنه زي ما قلت قبل كده حد مش شبهي خالص، شاكرة الموضوع عن كل حاجة، فكان بالنسبة لي ريسك إن أنا أخليه يحبني. الله يلعن ابو الطار على اللي جاب الطار على الكل قليل. باسل لانه باسل عم بيطلب مني كثير، يعني هو ملاحظاته دائما انه انت لازم تكوني مثلا طبيعيه، وانا هذا الشيء شوي انا موهبه بالتمثيل مش درسيته او مش عارفه كيف التكنيك تبع هذا الشيء. بتفهم لبناني؟ مش هتلنهم، بالعكس ناطر شو بدهم يعلقوا علي، ناطر ملاحظات انا اشتغل عليها لتاني برايم. لا 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 بالعكس، الحكام جميلين جدا، بناخذ منهم النصائح ونستفيد منها. اللي بيخوفونا ويوترونا المشاهدين لانهم هم الحكم القاسي.